بسم الله الرحمن الرحيم. نحن منظمة صحة العين اللي أنا ممثلة لها هند خلق الله. منظمتنا هي منظمة طبية تختص بالعيون فقط. لقينا مركز أم بكول هو بيقدم خدمات مجانية لمراكز الإيواء، وقابلنا دكتور عبد الإله، دكتورة هالة، ودكتورة رحاب. بيقدموا خدمات ما شاء الله عليهم ممتازة، اللهم بارك، بالنسبة للمراكز كلها. فحبينا نشاركهم في إنه نقدم لهم خدمات مجانية. كشف النظر مجان، النظارات أسعار طبعا معروفة في المراكز بتاع البصريات، نظارات غالية شديد، عملنا لهم بسعر رمزي. وأي زول عندهم عملية بتاعت كترات متبرعين بها بالعملية تكون مجانية. احنا متعاقدين مع مستشفى مكة، لكن لحد اليوم يعني ما في لحد الآن لقيتنا عملية بتاعت كترات. في مشاكل بتاعت السكري، مشاكل بتاعت الجلوكوما، لكن مشاكل الكترات لحد الآن ما لقيتنا. فلسه احنا ما خلصنا، وإن شاء الله موعدين بيوم تاني. لو في أي وقت لقينا كترات نحن جاهزين تماما إنه نعمل لهم عمليات مجانية في مستشفى مكة. وقبل كم يوم برضو مشينا الحمد لله غرة البطانة وعملنا مسح، ومبارح تمينا عمليتنا مجانية الحمد لله رب العالمين لقريب 5. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الطاهر الحسن، نازح من الخرطوم. يعني الحمد لله منظمة فولنتير، منظمة يعني طوعية شبابية، علاج مجان، دواء مجان، فترة طويلة 1.5 سنة الحمد لله مستمرين. ونشكر منظمة صحة العيون اللي هم جو اليوم وعملوا كشف النظر للنازحين، فدي في ميزان حسناته. فشباب زي ده حقه يعني يرفعوا لنا الغضب، لأنه في وقت حروب زي دي وبتاع يشوفوا النازحين وصحتهم، حتى العيون إنه بيجي بيكشفوا عليها. ويعني ما لعب ساي، شغل بتاع شباب. والحمد لله أكثر من 120 جو سجلوا، حتى إنه ممكن يجوا العدد المحدد كان 50، بقينا ضعفين وصلوا. فدي يعني تباشير كويسة إنه عمل الخير في البلد دي ماشي لقدام، والبركة والخير في شبابه. بسم الله الرحمن الرحيم. منظمة فولنتير الشبابية، مركز صحي حي أم بكول. اليوم الصحي بشراكة مع منظمة صحة العيون، واليوم يستهدف الوافدين في مدرسة نهر عبرة، إضافة لسكان الحي والسكنات الثانية. فمنظمة فولنتير دائما بتسعى للشراكات بين المنظمات العمل الطوعي وكذلك منظمات المجتمع المدني. منظمة فولنتير لها شراكات مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة كذلك. اليوم يعني يوم يعتبر بأنه يوم علاجي مجاني. دائما منظمة فولنتير
بتستهدف الشريحة الوافدة من كل طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أشواق عبد الوهاب يوسف إدريس. جيت هنا سمعت بأنه في عيادة في أم بكول، وجيت هنا لأول مرة. بشكي من بطني وكده وغازات، وفي هنا بتاع عيون. فجيت الحمد لله، كنت خايفة وطمنوني. الحمد لله الفحص كان حولوني لمركز الرحمة وكان مجان. وجيت هنا الحمد لله برضه للعيون، فبرضه اطمنت انه ما عندي حاجة كده في عيوني، وعمل لي فحص كامل للنظر، والحمد لله بس طلعت بانه ادوني مس وحاجة بسيطة، والحمد لله. شكرا لكم أنا كثير. مصطفى أحمد، طبيب عمومي، المدير المكلف لمركز صحي أم بكول، وإدارة التدريب بمنظمة فولنتير. نحن اليوم بصدد مبادرة خاصة بالعيون في مركز صحي أم بكول. اليوم إن شاء الله حاولنا نقدم خدمة خاصة بالكشف بتاع العيون وكشف النظر. إضافة لكده الكشف على المرضى وتحويلهم للعمليات حسب حوجة المريض. من خلال الخدمة دي نحن حاولنا نستهدف الوافدين الموجودين في المنطقة الجغرافية اللي هي في عطبرة أو خارج عطبرة. إضافة لكده أي شخص محتاج للخدمة برضو حاولنا نعلن عن الموضوع بشكل كويس، بحيث إنه أي زول محتاج للخدمة يقدر يصل ويستفيد من الخدمة اللي قدمناها دي. إضافة لكده الجدير بالذكر إنه مركز صحي أم بكول هو أصلا مركز شغال بشكل يومي، بنشتغل طيلة أيام الأسبوع، بقدم خدمة بشكل خاص لفئة الوافدين. الخدمة دي مجانية، شاملة مقابلة الطبيب، الفحوصات، وغير كده شاملة برضو الأدوية والعلاجات. الخدمة دي بدأت من بداية الحرب، مستمرة لحد الآن. نطاق الخدمة بتاعنا برضو توسع. حاليا نطاق الخدمة بقى شامل لنا حتى الناس الموجودة في عطبرة وخارج عطبرة، يعني حتى في محليات تانية. حاليا الخدمة دي في ناس بتجينا من المناطق دي بتاخد الخدمة. حابة أشكر كل الناس اللي نسقت اليوم ده عشان يطلع بالصورة الممتازة دي.